اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع اسم متميز للغايه في عالم مثير ومهم، ولازم الثقافه فيه يا جماعه تزيد لانه امراضه وحالاته بدات تنتشر بشكل كبير جدا. امراض الشرج مجموعه كبيره، في عندنا 4 حاجات مشهوره اللي كل الناس عارفاها بقى: البواسير والشرخ الشرجي والناسور الشرجي. في الناسور العصعصي قريب من الشرج، وعلشان بيبقى قريب منه وليه علاقه بيه الناس بتلخبط بينه وبين الشرجي، فدايما بنتكلم عليه وبنضيفه لامراض الشرج. البواسير عباره عن تمدد في الاوعيه الدمويه. احنا بنقول اوعيه دمويه مش اورده، لان هي عباره عن اورده وشرايين بتصيب نهايه المستقيم وحوالين فتحه الشرج. الليزر عباره عن فايبر، ده 600 مايكرو، حاجه رفيعه عاديه جدا، ما بنعملش استئصال خالص، وده اللي لازم يبقى الناس فاهماه. الفايبر دي بندخل بيها جوه الاورده والشرايين المتمدده اللي هي البواسير دي. بيشتغل عليها ان هو بيعمل تجلط وبيقفل الاورده والشرايين المغذيه للبواسير. الناسور العصعصي لانه يعني مش عايز اسيبه برضه. الناسور العصعصي عباره عن كيس شعر بيتكون في اخر نهايه الظهر عند العصعص زي ما هو بيتقال، او فوق خط الارداف. الليزر زي ما احنا شايفين في الصوره دي بنقدر ندخل من فتحات الناسور اللي هي الصغيره اللي موجوده، معلقه كحت او تنظيف، بننظف الحاجات اللي موجوده جوه الشعر وكل ده نزيله، بنعمل غسيل زي ما شفنا بميه اكسجين او بحاجه، وبعدين يدخل القسطره بتاعه الليزر، قسطره 600 مايكرو، بتدخل من الفتحات ديت بتقفل القنوات بتاعه الناسور. واحده من اكتر المواضيع اللي محتاجه المواطن مش العربي بس، في العالم كله في التثقيف عشان يبعد عن التجاهل والتاخير في اتخاذ القرار بالذهاب للدكتور المتخصص او الخجل زي ما الدكتور قال. الدكتور أكرم ميلاد نجيب، استشاري الجراحة العامة والأورام والمناظير، استشاري جراحة الشرج والقولون وعلاج أمراض الشرج بالليزر. الأمراض الشرجية زي البواسير والناسور والخراجات والشقوق الشرجية كلها بتسبب اضطرابات خطيرة في الحياة. بعض الأعراض بتكون خفيفة في البداية وممكن علاجها بسهولة، لكنها مؤلمة للغاية ومضاعفتها خطيرة إذا تقدمت أو أهمل علاجها. وتعد أهم التوصيات الطبية للوقاية من أمراض الشرج بشكل عام في مراحلها المبكرة منع الإمساك، وده ممكن يحصل بتنعيم البراز بشكل تدريجي عن طريق إضافة الكثير من الألياف إلى النظام الغذائي وتناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، والحرص على النظافة العامة ونظافة منطقة الشرج بشكل خاص، واستخدام ملابس داخلية نظيفة وفضفاضة وقطنية، والحرص على ممارسة رياضة خفيفة ولو كانت المشي، مع الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام. ترى ما هي أحدث تقنيات علاج الأمراض الشرجية؟ اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع اسم متميز للغايه في عالم مثير ومهم، ولازم الثقافه فيه يا جماعه تزيد لانه امراضه وحالاته بدات تنتشر بشكل كبير جدا. انا اعتقد ان الموضوع برضه له علاقه بالاكل. في اطعمه معينه لازم نحطها قدامنا دائما في المائده وفي الاكل، لان دي هتحمينا من مشاكل اللور جي اي تي، من مشاكل الجزء الاخير من القناه الهضميه او من الجهاز الهضمي، اللي هو مشاكل المستقيم والشرج. اعد بقى معايا. اولا لازم حضرتك تاكل خضروات او خضروات ورقيه. لازم يبقى عندك جرجير في اكلك كل يوم، لازم يبقى بقدونس، خيار. خضروات ورقيه دي مهمه جدا جدا جدا. طماطم، فلفل، كل ده مهم قوي. حاجه التانيه، اشرب دايما كل يوم مشروب من المشروبات اللي بنسميها بتزود الموتاليتي، بتزود الجهاز، بتخلي الجهاز الهضمي اكثر حركيه. المشروبات دي قلت جدا جدا. لازم تكون مشروبات دافئه زي الكراويه واليانسون. محدش لا بيشرب لا كراويه ولا ينسون. كمان في فاكهه مهمه قوي لازم حضرتك تكون موجوده في اكلك، ويفضل الفاكهه تبدا بيها الاكل، يعني تاكل الفاكهه الاول وبعدين تاكل. طبعا كلنا بناكل الاول وبعدين ناكل الفاكهه، ده بيعمل مشاكل في الهضم لانه الفاكهه بتتاخر كتير عبال ما تدخل
دوره الهضم، وبالتالي ممكن يحصل فيها بيوتريفاكشن وتعمل انتفاخات. حاجه المهمه جدا جدا شرب الميه. كلكم ما بتشربوش ميه، كتير جدا بنات كتير بشوفها اجي اسالهم بيشربوا ميه، لا ما بنشربش ميه. ليه؟ ما اعرفش. الجيل الجديد ده عنده مشاكل مع الميه في ايه مش عارف هي ايه. كمان الرياضه ده شيء مهم قوي. ابعد عن الاكل اللي فيه شطه كتير، طبعا ده مفهوم ومعروف لكل الناس. النهارده لقاء مهم جدا جدا. ضيفي العزيز اسمه متميز للغايه في عالم الجراحه والمتخصصين في عالم الجراحه المتخصصه في عالم جراحات الشرج والقولون. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور اكرم ميلاد نجيب، استشاري الجراحه العامه والاورام، واستشاري جراحات المناظير، استشاري جراحات الشرج والقولون وعلاج امراض الشرج بالليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه ومنورني وسعيد جدا بهذه الزياره الجميله. بحضرتك. عايز ابدا الاول بالامراض كفهرس كده التي تتعلق بالشرج. هي امراض الشرج مجموعه كبيره، في عندنا 4 حاجات مشهوره اللي كل الناس عارفاها بقى: البواسير والشرخ الشرجي والناسور الشرجي. في الناسور الوسواصي قريب من الشرج، وعلشان بيبقى قريب منه وليه علاقه بيه الناس بتلخبط بينه وبين الشرجي، فدايما بنتكلم عليه بنضيفه لامراض الشرج. هم ال4 دول اشهر حاجه عندنا. طيب هفتح الصفحه الاولانيه بنجم النجوم البواسير، لانه البواسير هو بالبلدي كده لدرجه انه دكاتره الجراحه يعني حضراتكم بدا الشعبي الناس في مصر يقولوا ده جراح بواسير، يعني لغوا الباقي كله وحطوا البواسير كعنوان للموضوع. البواسير عايزين نعرف عنها كل حاجه. هي البواسير الحقيقه هي اشهر واحده فيهم، لان احنا لو قلنا في الواقع ان 75% من الناس عندها بواسير، يعني باعراض او من غير اعراض في فتره معينه من حياتهم مروا بمرض من امراض الشرج، واكثرهم البواسير ديت. البواسير هي تعريف كده بسيط ليها، عباره عن تمدد في الاوعيه الدمويه. احنا بنقول اوعيه دمويه مش اورده، لان هي عباره عن اورده وشرايين بتصيب نهايه المستقيم وحوالين فتحه الشرج. يعني هي فيها نوعين نوع داخلي ونوع خارجي. النوع الداخلي والخارجي بنقسمهم ازاي؟ انا بقول تفصيل فيه تشريح شويه، لان ده هيفيدنا في وصف العلاج. يعني ايه العمليه المهمه حسب التشخيص بتاعها ده. بنفصلها ان هي داخليه وخارجيه. في حاجه اسمها دنتت لاين. القناه الشرجيه ديت عباره عن قناه من 4 ل 5 سم. دنتت لاين بيفصل التلت والتلتين. اللي تحت الدنتت لاين دوت عيشه، هو خط كده زجزاج فاصل شايفينه قدامه تلت وتلتين. هو باين في الصوره على فكره الخط الزجزاج، باين اللي هو التعريجات اللي هي نهايه الميوكوزا ديت. الجزء اللي تحتها دوت فيه نهايات اعصاب بتغذيه، فالجزء اللي من الدنتت لاين واللي تحت مؤلم جدا، لان فيه اعصاب بتغذيه. فاي اصابه بتيجي فيه سواء بواسير خارجيه او شرخ او حاجه فيها الم جامد. الجزء اللي فوق البواسير الداخليه فوق الدنتت لاين ديت ما بيبقاش فيها الم. البواسير درجات بقى الداخليه 4 درجات، اولى وثانيه وثالثه ورابعه. يعني الحاجات توصيفيه قوي دي الناس مش تاخد بالها منها. اولى اعراضها دايما ما بتديش الم، فممكن الناس ما تكتشفهاش. ممكن اول حاجه عرض ليها بيديها احساس ديسكمفورت، ان هو العيان متضايق، عنده حكه، عنده افرازات. ممكن بقى لما تبتدي تسقط لبره والعضله بتنقبض عليها تدي الم، او يحصل فيها العضله بتخنقها في بقى المرحله الرابعه ديت فتدي الم، مش الم منها برضو، الم من انقباض العضلات الخارجيه عليها. البواسير الخارجيه هي الاكثر بيبقى فيها ساعات الم لما بيحصل فيها جلطات، العيان بيشوف حاجه ورمه عنده. دي بتبقى اكتر يعني اعراضها عن الثانيه يعني. اوكي. دور الليزر ايه في علاج البواسير؟ الليزر احدث طفره كبيره. ده يعني هي غير المفهوم خالص، ان البواسير دي كانت كابوس عند الناس. اللي عنده بيجي له بواسير او مرض شرج عموما حاطط في دماغه بقى جراحه تقليديه، وهقعد شهرين قاعد في البيت ما فيش شغل، وهيعملوا لي بقى حاجات في العمليه وجروح ونزيف. هي دي كانت حقيقه على فكره. لما نيجي نتكلم عن مقارنه بين الجراحه والليزر، الجراحه كلها سواء بالجراحه اللي هي كان استئصال بنستخدم جهاز زي الداياسيرمي، جهاز كي كهربائي، او الاحدث منه الليجاشور حسن الوضع شويه، بس برضو دولت كلهم بيعملوا استئصال. ان البواسير دي زي ما قلنا هي القشنس دي عباره عن اورده وشرايين عامله زي بطانه للعضلات من جوه في الشرج، ليها دور في التحكم في الاخراج، وهي برضو زي كارت التعريف بتعرف اللي معدي عليها الصلب من السائل من الغازات.
فلما كانت الجراحه بنعمل جراحه وبنستخدم دايسيرمي او ليجاشور، بنستأصل الجزء دوت اللي هي البواسير بالغشاء المبطن الغطا بتاعها، فبقى عندي منطقه عريانه، والجزء اللي استأصلته دوت عدى على الدنتد لاين اللي قلنا الجزء الحساس، ووصلنا لحد السنتي ونص لحد فتحه الشرج. فدي مشكله كبيره جدا، بقى عندي جزء عريان ممكن يتعرض زي ما هي واضحه البواسير دي بتنزل عندنا، في جزء عريان ممكن بيتعرض لالتهابات، ممكن يعمل نزيف وبياخد فتره على ما يلتئم، والتئامه ممكن بيعمل ضيق. الليزر بقى قصه تانية خالص، ما عملناش، بنحافظ على التشريح الطبيعي بتاع الجسم، ان انا بعالج من غير ما اثر على المكان ده. الليزر عباره عن فايبر، ده 600 مايكرو، حاجه رفيعه عاديه جدا، ما بنعملش استئصال خالص، وده اللي لازم يبقى الناس فاهماه. الفايبر دي بندخل بيها جوه الاورده والشرايين المتمدده اللي هي البواسير دي، بيشتغل عليها ان هو بيعمل تجلط وبيقفل الاورده والشرايين المغذيه للبواسير، فبيبتدي تنكمش وترجع لمكانها الطبيعي. يبقى انا ما عملتش جرح نهائي. فالمشاكل اللي بعد العمليه بنقول يعني نيرلي مفيش مشاكل، يعني زي اللي هي الجراحات، حاجات العيان بيقدر يرجع لشغله وبيمارس حياته الطبيعيه بعدها بايام قليله او في نفس اليوم في بعض الحالات. مفيش جرح. احنا كده تفاديت ان يحصل ضيق في الشرج، ده حاجه مهمه جدا. بعد العمليات التقليديه كان ممكن يحصل ضيق، وده مش ذنب جراح، ده انت في حته شلتها حصل التصاق عمل ضيق. الليزر تفادى المشاكل دي كلها. مفيش الم، لان انا ما عرضتش الجزء ده اللي هو الحساس ده، اللي احنا شرحناه قبل كده. فدي حاجات خلت دلوقتي العمليه بنعتبرها ان انت رايح حاجه، مش هنقول نزهه، لكن اجراء بسيط جدا بيخلصك من مشكله كبيره من غير اي مضاعفات ولا اي مشاكل. دايما اقول شكرا للهندسه الطبيه، لانه المهندسين طبعا الطبيين هم اللي اخترعوا الليزر وجابوا تقنيه الليزر دخلوها في المجال الطبي. عملت طفره جامده جدا يعني في كل المجالات. لان احنا كنا يعني كان كل جراح بيبقى متضايق ان هو المريض بتاعه متألم بعد العمليه. احنا يعني اول حاجه عايزين نعملها ان احنا المريض ما يعانيش من العمليه ولا بعدها. ايه هو الشرخ بقى؟ ده تاني واحد في القايمه، تاني واحد مشهور وبيسبب الم جامد جدا، علشان كده الناس كلها يعني بتحفظه. وبعدين ممكن يحصل بسهوله جدا. الشرخ عباره عن جرح زي ما احنا شايفين في الصوره، بيحصل في الغشاء المبطن للقناه الشرج او عند فتحه الشرج. هو عباره عن جرح، يعني ما فيهوش باثولوجي او ما فيهوش مرض زي ما بنقول، جرح حصل. الجرح ده ممكن يحصل بقى مع دور امساك عادي جدا، بينزل فضلات صلبه بتعمل جرح. الفاست فود ان مشاكل الشرج كلها بتيجي من الامساك وطبيعه الاكل وطبيعه حياتنا. ان هي ممارسه الرياضه، الحركه اللي ما فيش قعده كتير، الحركه والرياضه دي كلها، ولو طبيعه الاكل الغلط، ما فيهوش الياف، ما فيهوش حاجات فريش، كل الخضار والسلطات، الاكل ده مهم جدا، بيحافظ على القولون وبيخلي طبيعه الفضلات الاخراج بتاعها بتبقى لينه ما تعملش مشاكل. ويعني سبب رئيسي بيعمل الحاجات، الامساك بيسبب البواسير وبيسبب الشرخ، والفضلات الناشفه كلها بتعملها، عباره عن جرح. حصل الجرح ده كيف نتعامل معه؟ هو الحقيقه في نوعين من الشرخ الشرجي، او مرحلتين بنقول. الشرخ الحاد اللي هو اول ما يحصل الجرح ده لازم نتعامل معاه صح وبسرعه، تتوجه بقى، ما نروحش بقى علاج في البيت او صيدلي، يتوجه لطبيب مختص. الموضوع هو في اوله بيبقى علاجه سهل جدا. بناخد يعني ادويه، المفروض هي حاجه كريم نيتروجليسين، الماده الفعاله دي بتساعد على الالتئام بسرعه. وناخد حاجه بسطه للعضلات، لان الشرخ ده بيعمل الم جامد، والالم بيبقى جاي ما بيحصل الم العضله القابضه للشرج دي اللي هي فيه عضله داخليه وخارجيه، الاثنين بيحصل فيهم انقباض جامد. الانقباض ده بيعمل الم، ولما يجي تحصل عمليه الاخراج اللي فيه انقباض، الشرخ بيزيد لان ما فيش اخراج بسهوله، فبزود الشرخ وبيبقى فيه الالم. فهي دايره الم وانقباض واخراج في امساك صعب، فلازم نكسر الدايره ديت، ان نعالج حاجه للالم وندي حاجه بسطه للعضلات وحاجه تساعد على الالتئام. لما دايما في الشرخ بيحصل في المنطقه الخلفيه، عند الرجاله اكتر، في السيدات بيحصل ممكن مع اثناء الولاده، فبيبقى امامي اكتر يعني. في الحالتين لازم ان احنا نقطع الدايره دي بتاعه الالم، مسكن وحاجه بسيطه وحاجه تساعد على الالتئام، لان الجزء الخلفي الدوره الدمويه ضعيفه فيه شويه، فعلشان يلتئم بياخد وقت. فبندي ادويه وحاجات بسيطه. عدينا المرحله بقى اللي هي 6-8 اسابيع، دخلنا في شرخ مزمن. شرخ مزمن بيبتدي يحصل فيه تليف في الجزء دوت، ضيق في المخرج،
بيبقى لازم مش يعني بعد فتره المريض هيحتاج تدخل. تدخل بقى كان الاول الجراحه مشكله وبنشيل الجزء دوت وياخد وقت على ما ان هو يلتئم ويخف تاني. فالليزر حل المشكله دي بشكل كبير جدا. ان احنا في عندنا جزء عريان من البطانه اللي هي مبطنه للشرج. الليزر بيساعد ان هو يلتئم اسرع، بيقرب المسافه دي فالالتئام اسرع. ولازم العضله بنضعفها، العضله الداخليه دي بنضعفها. في الجراحه كنا بنعمل قطع في العضله، انت قطعت جزء ومش عامل حسابه قد ايه بيبقى بالاحساس. بالليزر لا، بنقدر نضعف العضله ديت، ان احنا مش بنقطعها بكامل العضله الداخليه، بنضعفها فيقلل الاسبازم او اللي هو الانقباض اللي حصل فيها دي، فيدي فرصه ان الجرح يلتئم اسرع. يبقى هو افادنا ان العضله ما اثرناش عليها، عملنا بس اضعاف فيها ان هي تقدر تدي فرصه للجرح يلتئم، وقرب المسافه في الجرح بتاع الشرخ ان هو يلتئم اسرع. عمليه بسيطه وما بتاخدش دقائق، المريض في نفس اليوم بيخرج بيمارس حياته طبيعيه جدا، الالم بيختفي تماما من عنده في خلال بنقول ايام. يعني هو طبعا الالم بعدها بيبقى احسن من اللي كان قبل العمليه بكتير جدا، فهو ما بيحسش ان في الم لان هو كان في الم جامد. وهنا قدم الليزر مساعده اخرى في عالم الشرج. ده اساسي يعني بقى دلوقتي اساسي في علاج امراض الشرج كلها. المرض القادم الليزر له دور كبير في الموضوع فيه قوي، الناسور الشرجي. الناسور بقى احكي لنا قصه الناسور لانها قصه دراميه. الحقيقه هو الناسور اسوأ حاجه في امراض الشرج، مشاكله كبيره، عشان كده قلت لك قصه دراميه. فعلا. هو الناسور زي ما يعني كل الناس بقت عارفه الموضوع ده دلوقتي، ده قناه او نفق بيتكون، دي فتحه داخليه في المستقيم، اماكنه بتختلف بقى لتوصيفات، وفتحه خارجيه عند الجلد. الناسور ده يعني في 4 انواع منه، انترسكنتريك بين العضله الداخليه والخارجيه اللي هي القابضه للشرج، في ترانسسفنكتريك اللي هو قاطع العضلتين، وفي ناسور اعلى بقى اللي هو سوبرا سفنكتريك، وفي اكسترا سفنكتريك خالص. الشرح ده بيفيدنا في ايه؟ في التعامل مع الناسور لما اجي اعالجه. هو الناسور اصلا بيتكون خراج، بيحصل التهاب في الغدد المبطنه للشرج ونهايه المستقيم. الصديد دوت بيلاقي نفسه سكه يفتحها لبره. عشان كده احنا بنقول وبنحاول نوعي الناس ان اول ما تحس بالم او يحصل خراج في المنطقه دي، هو بيبقى الم جامد في الاول الخراج، توجه لطبيب على طول، لان في الاول الخراج ده لازم نفتحه ونصرفه وبمخدر كلي ليه مواصفات يعني، وما نستناش ان هو يجمع زي ما بيقول دونت ويت فور فلكتويشن. ده الخراج الوحيد اللي لازم اشوف المريض على طول في ساعتها افتحه وبنج كله. كده بتخلي المريض مثلا بنسبه 70-80% تفادى ان هو يكون ناسور. سبته بقى والخراج خد سكته وابتدى يتوغل ويعمل، خلاص بقى عمل ناسور. الناسور بقى مشكلته في ايه في الجراحه؟ اللي هو بالذات الترانسفيستريك اللي هو قاطع العضلات المحيطه بالشرج. دي غده اهي قدامنا بتلتهب بتعمل خراج لبره زي ما احنا شايفين في الصوره، بيكون الناسور اللي هي القناه النازله لبره. كان مشكلته في الجراحه او لسه ما زالت، يعني هو الناسور مشكله كبيره على فكره في قراره، مشكله يعني مزعجه جدا. لما نيجي نتدخل في الناسور فيه ممكن يبقى متشعب وممكن بياخد اشكال كتيره جدا وهو قاطع العضلات. طيب الناسور ده كنا بنعالجه جراحه وفي ايدين افضل الجراحين، يعني لو هو قاطع العضلات نتخلص منه ازاي؟ كنا بنعمل عمليه على مرحله او مرحلتين، ان احنا عايزين نحافظ على العضله القابضه الخارجيه، ما نضعفش العضله. ان لو العضله دي اتاثرت، انت شلت الناسور واتاثرت العضله ديت، هيحصل عدم تحكم في البراز او اللي هو السلس البرازي. الليزر حل، يعني هم قعدوا يفكروا الليزر ده حل ازاي المشكله بقى؟ ان بدل ما انا اشيل القناه ديت، لا انا اقفل القناه دي. ده يعني بطريقه بسيطه اكويها من جوه اقفلها. بس هو الموضوع زي ما احنا شايفين، الليزر شعاع بيعدي بيقفل القناه دي، بيحصل تليف وضيق، بس ليه مواصفات. يعني في حالات بسيطه هينفع فيها الليزر لوحده، في حالات مش هينفع الليزر لوحده. فلازم هو الجراح بقى ماليبل، يعني انت حسب المريض اللي قدامك، كل حاله مختلفه عن الثانيه. بتفصل العلاج، بنفصل علاج حسب الحاله. ابتدى يحصل فيه طبعا دي حاجات دراسات واثبتت نتائج عالميه، يعني بيحصل كومباينيشن، بنعمل دمج ما بين الليزر وجراحات عمليه زي اللي هي ليفت مثلا الاوبريشن ديت، اللي هي بنربط القناه اللي هي انتراسفيتريك لايجيشن في الفيسترا تراك، بنيجي بين القناه الداخليه والخارجيه بنربط التراك ونفصلها. الجزء الخارجي اللي معدي في العضله ديت بقفله بالليزر. وفي حاجه مهمه ان لازم الفتحه الداخليه نقفلها، دي بتتقفل هي بغرز مباشره، بنعمل ترقيع من الغشاء المبطن، ليها طريقه. هو الناسور اولا في علاجه لو الفتحه الداخليه ديت ما لقاهاش الجراح، يبقى الناسور ده راجع يعني.
هيرجع 100%. يعني لازم يلاقيها. لازم نلاقي الفتحه الداخليه. الفتحه الداخليه دي لازم اعرفها واقفلها. لازم تتقفل. نلاقيها ونقفلها، بنقفلها بقى مباشره او بنعمل لها ترقيه من الميوكوزا. الليزر اللي هنستخدمه بعد ما نفصل الجزء الداخلي ده ونستخدمه في الجزء الخارجي، في ديت ساعدت دلوقتي نسبه النجاح بقت في الدمج ده بقت عاليه جدا. لو ناسور واطي الليزر لوحده بيقفله وبنقفل الفتحه الداخليه وخلاص. الناسور العالي ده لازم، هي العالي ده بالكلمه بقى اللي بيقولوها الناس في السودا، انا عندي ناسور عالي عندي كده يعني. فبيبتدي لازم دوت ان احنا نعمل دمج. مش هينفع الليزر لوحده، مش هيجيب نتيجه لوحده. والميزه بقى ان بعد العمليه ديت مفيش جرح كبير، العيان بيقدر يرجع يمارس حياته الطبيعيه. حافظت انا على التحكم في البراز. اهم حاجه كان كل الفكر في علاج الناسور ازاي احافظ على العضله ما اثرش على العضله. فطبعا الليزر عمل طفره في الموضوع ده في علاج الناسور. عندنا النسب يعني 85% في نسبه نجاح العمليات او الشفاء مع الناسور. الاول كان الجراحه والحاجات دي 50-55% لوحدها يعني. في عجاله شديده بقى الناسور العصعصي، لانه يعني مش عايز اسيبه برضه قريب كده. الناسور العصعصي عباره عن كيس شعر بيتكون في اخر نهايه الظهر عند العصعص زي ما هو بيتقال، او فوق خط الارداف. الشعر ده بيبقى ناشف، او دايما بيجي للناس اللي هي بيقعدوا فترات طويله، بيجي عند الشباب واكتر الذكور من الاناث يعني، علشان طبيعه الشعر بيبقى اكتر وكثيف. ولما بيقعد عليه فتره طويله بقى، اللي قاعدين على الكمبيوتر، قاعدين طلبه، قاعدين موظفين في شغل، سواقين، اللي بيركب عجل كتير وهدوم ضيقه، الحاجات دي كلها بتخلي الشعر يغرز لجوه، بياخد معاه اجزاء من الجلد، بيكون كيس تحت الجلد. هو بيتقال عليه مجازا ناسور، هو مش ناسور، هي ساينس يعني، ملوش فتحه تانية، كيس وفاتح لبره على الجلد. ده دلوقتي برضو يعني منتشر، بيعمل فتحات في اخر الظهر، بيسبب افرازات وتقيح. هو عباره عن يعني كيس زي كيس بيجمع فاتح. ما هو بقى بيحصل عليه التهابات كل شويه، يفتح سكه. عشان كده بننصح ان احنا بالعلاج بتاعه لازم يبقى بدري. الليزر برضو بيلعب دور مهم. الليزر ده مهم جدا. ان هو سهل فيه ده يعني، ده ماجيك بقى زي ما بيقولوا هنا في الناسور. الاول كان لازم الناسور ليه طريقتين لعلاجه بالجراحه، يا مقفوله يا مفتوحه. المقفوله بنشيل الجزء ده كله على بعضه كده، يبقى جراحه غويط، نقفله بغرز، تقعد 10 ايام اسبوعين بس، كانت نسبه رجوع عاليه. يا الطريقه المفتوحه التقليديه اللي هي بنشيله ونسيب مفتوح 2-3 على ما يقفل بقى. طبعا عطله والم وغيارات، مشكله كبيره. الليزر زي ما احنا شايفين في الصوره دي، بنقدر ندخل من فتحات الناسور اللي هي الصغيره اللي موجوده، معلقه كحت او تنظيف، بننظف الحاجات اللي موجوده جوه الشعر وكل ده نزيله، بنعمل غسيل زي ما شفنا بميه اكسجين او بحاجه، وبعدين يدخل القسطره بتاعه الليزر، قسطره 600 مايكرو، بتدخل من الفتحات ديت، بتقفل القنوات بتاعه الناسور. وفيها ميزه كمان، الناسور العصعصي بيبقى فيه حاجات متشعبه، الليزر بيقدر الحاجات الدقيقه ديت بيحرقها، بيقفلها، وبينتهي الموضوع. المريض بيخرج بعد العمليه بساعتين او 3، العمليه ما بتاخدش حوالي 10 دقائق. مفيش جرح كبير زي ما كان الاول، هي فتحات صغيره اللي اتقفلت زي ما احنا شايفين، نفس الاخرام الاصليه، احنا ما بنعملش اخرام جديده، فتحه مدخل ومخرج، ولو في فتحات ثانيه بتتقفل. وبتنتهي القصه في نفس اليوم، المريض بيرجع، طلبه بيرجعوا يذاكروا، بيروح شغله. اهم حاجه في الموضوع كله ان احنا نتفادى الالم. فتره نقاهه قليله جدا، دي مهمه قوي، ان المريض بعد العمليه مفيش الم، فتره نقاهه صغيره، بيمارس حياته الطبيعيه. وده هدف العالم كله، ان انت المرض ما يعطلش الناس عن حياتها. وطبعا ان احنا ما بيبقاش في الم، يعني موضوع الالم ده شيء مزعج للغايه، وتضاعف المضاعفات. لو طلبت منك ان توجه رساله لكل المرضى اللي بيعانوا من واحد من هذه السلسله المزعجه، بواسير، ناسور، شرخ شرجي، عصعصي، المنطقه دي بطبيعتها يعني زي ما بنقول منطقه حساسه. ففي مشكله عند الناس كلها في الكسوف او الاحراج. يعني بنات واولاد الحقيقه، مش حاجه طبعا. فده بيأخر التشخيص وبيأخر العلاج. فهي يعني رساله لكل واحد عنده اي مشكله، في اولها يتوجه للطبيب المختص علشان تتفادى حدوث المشاكل والمضاعفات. علاج الحاجه في اولها سهل جدا، سهل جدا يعني اسهل من هي بقى تدخل في مضاعفات ويتاخر فيها. فبلاش حكايه الاحراج في الطب، يعني توجه لطبيب مختص، ما تروحش برضه صيدلي، ما تسالش زميلك، ما تقراش على النت حاجه وما انتش عارف انت عندك ايه، لان الاعراض كتيره ومتشابهه. بس الصيدلي شخص محترم للغايه وشريك جدا، مهنه مهم جدا جدا، لكن بنتكلم على شغله التشخيص. لكن شغله في الدواء، ما يشخصش ولا يدي علاج من نفسه،
الا الحاجات الاو تو سي السهله ماشي، لكن ايوه ده ازاي حاجة اشخص المرض ده؟ هو حتى انا بقول طبيب مختص، ما قلتش اي طبيب. وما ينفعش طبيب جراحات اللي هي الشرج او اللي واخد زي اللي عينيه وجعاه يروح لدكتور عيون، يعني لازم تروح لطبيب مختص. ده دلوقتي بقى في العيون في تخصصات، يعني دلوقتي مش كل حاجه العيون سب سبيشاليتي في كله بالظبط، يعني كل حاجه، وهي ديت لمصلحه، يعني كل ما بندخل في سب سبيشاليتي اعلى تخصصات اكتر اسمها سب سبيشاليتي، اللي هو بقى ايه، دكتور جراحه، لا ده دكتور جراحه لا متخصص، حاجه جوه حاجه متخصص في الجزء ده بس بالظبط، فيقدر يفيد اكتر. الحقيقه انت شرحت لنا شرح مميز للغايه، يعني استمتعت بشكل كبير جدا باسلوبك الراقي جدا في الشرح والتفصيل، ونبهت لنا اكتر من نقطه مهمه قوي، اولهم التشخيص المبكر والذهاب للمتخصص، ده مهم جدا. ثانيهم توضيح ان المشكله في اولها التعامل معها بيكون بيسر وسهوله، اذا تركناها تنقلب الى كابوس على الاثنين، على المريض وعلى الجراح. على الجراح بيعاني زي المريض بالظبط. الجراح عايز ينجح، عايز يعمل حاجه صح، ولما تجيليش بمشكله متفاقمه وتقول لي صلحها لي ورجعني طبيعي، لان هي برضو مشاكلها مش هترجع بالصوره للطبيعي يعني. بالظبط كده. نورت وشرفت، وسانتظر لقائك القادم بالشرح والتفصيل لواحده من اكتر المواضيع اللي محتاجه المواطن مش العربي بس، في العالم كله، في التثقيف، عشان يبعد عن التجاهل والتأخير في اتخاذ القرار بالذهاب للدكتور المتخصص أو الخجل زي ما الدكتور قال. ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ دكتور أكرم ميلاد نجيب، صاحب استشاري الجراحة العامة والأورام والمناظير، واستشاري جراحات الشرج والقولون وعلاج أمراض الشرج بالليزر، واستشاري جراحات الأورام والمناظير. نورت وشرفت وأسعدتني بهذا اللقاء الممتع. أنا أسعد باللقاء مع حضرتك. هننتظر بقى الشرح والتفصيل في المرات الجايه ان شاء الله، بقى نقول حاجات تبقى مفصله على كل واحده اكتر ان شاء الله. نورت يا دكتور، شكرا. خليكم دايما مع الناس الحلوه. في ناس لغايه دلوقتي بتروح تعمل شد جامد جدا للرقبه، طب ما ده مش محسوب، وبتعمله عند ناس مش دكاتره، ده بيودي الدنيا في داهيه، ده ممكن يصيب الانسان بشلل. 30% من اللي بيخش العياده 30% مجربين العصايه ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح.